بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم طبق سلطة الخرشوف، سلطة الأثرياء. أول حاجة هنجيب الخرشوف ونسلقه نص سلقة. عايزين تقطعوه قطع كبيرة قطع صغيرة مفيش أي مشكلة. طبعا ليه أنا سميت الخرشوف أكل الأثرياء؟ لأنهم بيحرصوا على أكل الخرشوف لأنه مليان فوائد عديدة، من ضمنها طبعا بيحسن الدورة الدموية، غني بمضادات الأكسدة، مليان فوليك أسيد، بيحسن المزاج وبيريح الأعصاب، ويقي من سرطان القولون. شوفوا بقى يا جماعة قد إيه فوائد، بسم الله ما شاء الله. هنحط على الخرشوف رشة زيت، يا سلام لو كان زيت زيتون. عايزين تحطوا زيت عادي مفيش مشكلة، زيت ذرة، زيت زيتون طبعا يبقى أجمل وأجمل. هنكونوا مقطعين فص توم صغير قطع صغيرة. البهارات عبارة عن ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ربع معلقة شطة لو انتوا عايزين، الملح على حسب ما تحبوا. هنكون مقطعين نعناع قطع صغيرة. طبعا النعناع بيدي طعم رائع لسلطة الخرشوف يا جماعة. هنقلب بقى الخليط كله في بعضه. مش قادرة اقول لكم كمية الفوائد. دلوقتي الخرشوف يا جماعة مال الاسواق، جيبوا بقى وخزنوا واكلوا الولاد كده، هو تعملهم خرشوف بالعصاج وبالبشاميل، هيتبسطوا اخر انبساط. تحطوا بقى في الاخر عصرة ليمون، لان الليمون بيساعد على امتصاص الحديد. حطوا بقى عود النعناع الجميل ده، يا سلام، ولا اجمل ولا اروع. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا.